فيلمنا النهارده بيبدأ بشاب غلبان اسمه سونج وارث مطعم صغير كده عن أمه كان بياكل منه عيش وهو اللي بيسليه بدل القعدة لوحده. بس للأسف المطعم ده اتقفل من 6 شهور وسونج بقى وحيد تماما ومش بيخرج من البيت. ده غير إنه في الفترة الأخيرة دي تعب جدا والدكاترة قالوا إنه مريض ولازم يمشي على علاج معين. بس للأسف هو مش بياخد أي أدوية وبيفضل قاعد في البيت مستني ملك الموت يزوره. وفي لحظة يأس منقطع النظير بيقرر إنه لازم يوقف حياته لحد كده، فبيقوم يلم الصور ويقفل البيت وبيطلع يقعد في العربية عشان ياخد اوفردوز من العلاج ويريح الدنيا منه. بس قبل ما ياخد أي حاجة بيجي واحد أعمى سايق عربية نقل وبيخش فيه ويبوظ له الخطة. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى وفي بنت صغيرة واقفة فوق دماغه وعمالة تتنطط. وبعد شوية في واحدة اسمها لين بتتصل بيه عشان تعرف هو في أنهي مستشفى بالظبط وتجيله، فبيقول لها أنا مش عارف، أنا لسه فايق دلوقتي حالا وما سألتش حتى عن اسم المستشفى. فبتيجي شياو الصغيرة تصوت في ودانه وبتقول له أنا عارفة إحنا في مستشفى الجنوب. فبتيجي لينا على هناك عشان تطمن عليه وبالمرة تهزقه على القلق اللي عمله لهم في حياتهم، وبتديه الخاتم اللي حيلتها يبيعه عشان يتعالج بفلوسه. وقبل ما تمشي بتفكره إن النهارده عيد ميلاده وبتقول له كل سنة وأنت طيب. وأول ما شياو بتعرف المعلومة دي بتدور تجرسه في المستشفى كلها وبتفضل تلف وراه وتغني له سنة حلوة يا جميل لحد ما بتتكفي على وشها. وبعد شوية كده سونج بيتعرض على الدكتور وبيكتب له على خروج لأنه بقى كويس خلاص، بس هو بيرفض وبيقول له لا أنا قاعد هنا شوية. وبينزل على تحت يجيب مشروبات وبيجيب لشياو أكل بدل اللي وقع منها. وبالليل بيطلع يقعد على السطح وبيفضل يكلم في نفسه وإنه مش عايز يشيل حد همه أكتر من كده وهيفضل قاعد في المستشفى لحد ما السر الإلهي يطلع. وفي وسط خزان الأحزان اللي هو فيه ده بيلاقي شياو جاية وبتعمل حركات سلاحف النينجا على السطح. فبيقول لها هو أنت ما تعرفيش تقعدي بعيد عني؟ أنا مخنوق ومش ناقصك. فبتقول له أنا بعمل التمارين بتاعتي زي كل يوم يا عمو، كمل أنت في أحزانك واعتبرني مش موجودة. ومش بيعدي 5 دقايق على الحوار ده وبنلاقي سونج قاعد يحكي لها قصة حياته وبيقول لها أنا قربت أموت. فبتقول له طيب وإيه يعني؟ ما أنا كمان قربت أموت أكتر منك، والبنت اللي كانت جنبي في السرير ما رجعتش بعد العملية وده معناه إنها ماتت ودوري أنا كمان قرب. فبيتصدم من كلامها جدا وبيفضل يزعق ويصيح زي المجنون. وبعد ما بيهدى بيقعد يحكي لها إن اللي كانت هنا من شوية دي طليقته والخاتم ده كان خاتم جوازهم. فبتقول له طيب كفاية أحزان كده النهاردة ونبقى نكمل القصة البائسة دي بكرة عشان تعبت وعايزة أنام. وأول ما البنت بتنزل على تحت بيطلع علبة الدواء من جيبه وبيسف البرشام اللي فيها كله وبيبقى متخيل انه لما يموت بالطريقة دي هيروح عند حبايبه ومش هيتعذب يعني. ولما بيفوق بيلاقي نفسه نايم في اوضته والناس اللي معاه بيقولوا له انت كلت دماغنا الليل كله صياح وعياط. وبعدها بشوية بتلاقي شياو جاية تقول له يلا بينا عشان تنفذ الوعد وتدور معايا على ابويا. فبيقول لها ابوكي مين يا عروسة؟ انت تبقي بنت مين اصلا؟ فبتطلع التليفون وبتوريه فيديو الاثبات لما كان سكران ووعدها انه لو عاش يوم زيادة هيدور لها على ابوها. فبيسيبها وبياخد عربيته وبيمشي لحد ما بيوصل لشط البحر وبيوصل خرطوم من هناك عشان العربية تتملي مية ويموت غرقان. المهم انه بيكتشف ان شياو مستخبية في العربية من بدري واول ما بتشوف البحر بتنزل جري وبتبقى فاكرة انه جاي يتفسح ويصطاد، لكن الحقيقة هو بيبقى ناوي انه يسيبهم ويمشي اصلا. بس شياو بتصعب عليه وبياخدها معاه عشان يوديها لابوها اللي بتقول عليه ده، او يعني بيضحك عليها وبيقول لها كده بس وهو راجع على المستشفى تاني. بس هي برضو ذكية جدا وبتقول على فكرة بقى أنا عارفة الطريق ده كويس، وبتنزل من العربية تجري في الشارع وبتدوخه معاها. ولما بتلاقيه متضايق وبيقول لها اشمعنى أنا يعني بتقول له على فكرة أنا عندي سرطان في الدماغ غير قابل للعلاج والدكاترة هيفتحوا مخي عشان يعملوا لي عملية وعشان كده عايزة أبويا لحسن أموت في العملية وأبقى ما شفتهوش. فبيقول لها خلاص اتصلي بأمك ولو وافقت هوديكي مكان ما انت عايزة. فبتقول له خلاص ماشي هبعت لها رسالة عشان هي مشغولة جدا على طول. وفعلا بتبعت لها رسالة انها هتروح عند ابوها. فبتقول لها خلاص ماشي بس المهم ما تنسيش علاجك. وبيفضل سونج سايق العربية طول النهار لحد ما بيفصل على الاخر فبيروح يركن على جنب عشان يناموا الليل ويبقوا يكملوا طريقهم الصبح. ولما شياو بتنام بيقفل عليها العربية كويس وبينزل يشرب في الحانة اللي جنبهم وبيقعد يتخيل ان مراته لسه معاه ومن كتر ما حالته مزرية صاحبة المكان بتعطف عليه وبتجيب له اكل على حسابها بدل ما هو قاعد كده يشرب على لحم بطنه. وبيبقى على الترابيزه اللي جنبه في جماعه كده خمرجيه عاملين دوشه جامده جدا. فبتيجي صاحبه المكان تطلب منهم يوطوا صوتهم شويه لحسن الجيران يجيبوا لهم الشرطه، بس هم جماعه قليلة الادب وبيمدوا ايدهم عليها. فبيحاول سونج يدافع عنها وبيقول لهم عيب كده يا رجاله. فبيجي الراجل يهبده بالقلم على وشه وبيقول له مالكش دعوه. وبتيجي باقي الشله البايظه ينزلوا فيه ضرب لحد ما بيعدموه العافيه. وفي نفس الوقت ده بتكون شياو صحيت
صحت من النوم وبتشوف سونج وهو بيطحن، فبتنزل ترشهم بطفاية الحريق في عيونهم عشان يبعدوا عنهم، وسونج بيقوم يشيلها ويجري بيها بسرعة قبل ما الشرطة توصل، وبيفضلوا مستخبيين في شارع جانبي لحد ما الدنيا بتهدى، وبعد كده بيرجعوا للعربية. وتاني يوم الصبح بيقف سونج يعمل شوية مكرونة عشان يفطروا بيهم لأنه معهوش ولا جنيه عشان يشتري أكل، ولما بيحاول يستلف من أي حد يعرفه محدش بيرضى يسلفه، فبياخدها وبيروح على محل صغير كده بتاع واحد صاحبه عشان ياكلوا هناك. وبعد شوية كده بتقعد شياو مع بارك، وسونج بيدخل يرتاح شوية، ولما بيشوف صور التخرج بتاعتهم بيبقى متأثر جدا وبيكتب على ظهر واحدة فيهم أنا قربت أموت. وبارك بيكون قاعد يحكي لشياو بره إن سونج ده كان شاب طموح جدا ونفسه يطير لحد ما يلمس السما، بس للأسف الدنيا جت عليه. وتاني يوم الصبح بيطلع بارك تحويشة عمره عشان يفسح شياو ويشتري لها لبس الأميرة اللي نفسها فيه، بس هي بتختار لبس الساحرة الشريرة، وبيفضلوا يتفسحوا طول النهار. وبالصدفة بيكتشف سونج إن صاحبه باع المحل عشان يوفر له فلوس، فبيروح يتخانق معاه وبيفضل يصوت عشان يرجع البضاعة، بس هو مش بيوافق وبيقول له أنا حر في حاجتي يا عم، وبعدين سيبني أرد لك جزء من أفضالك عليا، ده أنت الوحيد اللي جبرت بخاطري في الوقت اللي كان كله بيتريق عليا فيه لأني معاق. وبعد ما بيتفسحوا وبيعملوا كل اللي نفسهم فيه بيأمن لهم كراتين أكل ومشروبات عشان يعتمدوا عليهم في رحلتهم، وبيفضل يتحايل على سونج إنه يتخلى عن فكرة الموت دي، وبيفكروا بكل صفاته الكويسة اللي خلته مميز عنهم كلهم، وبيفضل يلح عليه عشان يوعده إنه هيتمسك بالحياة، بس هو مش بيوافق وبياخد العربية وبيمشي. بس بعد مدة قليلة على الطريق العربية بتعطل وبياخدوها زق الأقرب ورشة تصليح، وهم قاعدين هناك بيبقى في بلاغ في الراديو عن طفلة مفقودة اسمها شياو اختفت من المستشفى وطولها شبر ونص، وفجأة العربية بتتحرك لوحدها وبتدوس على واحدة واقفة في الشارع، فبتقعد تمثل إنها مكسورة عشان يوصلوها مكان ما هي عايزة بدل ما تبلغ عنهم، وبتطلع في الآخر ناسية شنطتها في العربية، فبياخدها سونج وبيطلع وراها عشان يديها لها، بس بيلاقيها قفشة جوزها متلبس وفي خناقة صغيرة كده، فبيقف هو وشياو يتفرجوا من بعيد لحسن الأمور تتطور وهم اللي يترنوا علقة في النص. المهم إن طنط جينج دي بتتطلق وهي واقفة وبتنزل تقعد على شط البحر تفتكر أحزانها كلها، وسونج وشياو قاعدين يراقبوها من العربية ومش عارفين يساعدوها ازاي، وفجأة بيلاقوها نطت في البحيرة، فبينزل سونج جري يرمي نفسه وراها عشان ينقذها، وبتكون هي واقفة في وسط المية بتبصله باستغراب أصلا وهو بيغرق على الشط، وهي اللي بتروح تنقذه في الآخر، وبتقعد تفهمه إنها ما كانتش بتنتحر ولا حاجة، وكل الموضوع إنها نزلت المية عشان تخفف من توترها شوية، لأن ذكر البط اللي هي متجوزاه طلع بيخونها بقاله 6 شهور وكان مخبي خوفا على مشاعرها، وعشان هو بني آدم براس بخاخة وما يستاهلش الدموع اللي هتنزل عليه، فبتقرر إنها مش هتعيط خالص، أو يعني هتعيط 5 دقايق بالكتير وبعد كده تموف أون عشان تشوف أكل عيشها. فبيقعد سونج يبصلها باستغراب وما بيبقاش فاهم هي إزاي قوية كده ونسيت البني آدم ده كأنه ما جاش أصلا، وقبل ما تمشي بتشكره على التوصيلة وبتقوله أنت أكيد بني آدم كويس وأنا معرفش إيه اللي جرالك في حياتك، بس مش مهم اللي فات لأنه كده كده خلص، ركز على اللي جاي قبل ما يبقى ماضي هو كمان، وما تبقاش متشائم كده طول الوقت. وبعد ما جينج بتمشي بيروح يخبط على جوزها، وأول ما بيفتح الباب بيروح رازعه قلم وبيقوله توصيل الدليفري، وشياو بتكون واقفة تصور ورا عشان تنزله على النت، وأول ما بيخلصوا المهمة دي بيروحوا عشان يتغدوا بقى، وبتفضل شياو تلعب مع سونج وبنلاحظ إنه أول مرة يضحك من ساعة ما شفنا وشه في أول الفيلم. ولما شياو بتنام بيقعد سونج يقرا دفتر أمنياتها وبيلاقيها كاتبة إن نفسها تشوف أبوها، بس أمها بتقول لها إنه راح عالم تاني وعشان كده لازم تنزل تدور عليه بنفسها، فبيتضايق منها جدا وبيقول لها هو احنا إزاي بندور على أبوكي وهو مش موجود أصلا، فبتحس بالإحراج إنها اتكشفت وبتفضل تعتذر، فبيقول لها طيب اتصلي بأمك دلوقتي حالا وهاتي أكلمها، فبتعترف إن تليفونها مفهوش خط أصلا والريكورد اللي سمعه ده قديم وعندها من زمان، فبيقعد يزعق لها ويقول لها كدبتي عليا في ايه تاني، وبيجبرها تتصل بأمها عشان تستناها في المحطة، وبيروح يركبها الأتوبيس وهي مش عايزة ترجع أصلا، وبيأكد على السواق إن في طفلة في الصف الأخير أمها هتستناها في المحطة. وبعد ما الأتوبيس بيبدأ يتحرك بيقف يفتكر ذكرياتهم مع بعض وهو حزين، وبيلاقيها مطلعة راسها من الشباك وبتعتذر له على اللي عملته، وفجأة بتروح الباروكة اللي على دماغها طايرة، وأول ما سونج بيشوفها كده بيطلع يجري ورا الأتوبيس يوقفه وبينزل
بينزلها، وبيقعدوا بعد كده يتكلموا مع بعض، وبتحكي له إنها هربت من المستشفى لأنها نفسها تشوف العالم الخارجي اللي كل الناس بتتكلم عنه، وبتقول له إنها مش خايفة من العملية بس نفسها تعيش عشان أمها تبقى سعيدة. فبيقعد هو كمان يفتكر أيام ما كانت أمه عايشة وكان مشغل المطعم هو ومراته وأمورهم كانت تمام، بس أمه بتبدأ تتعب فجأة لحد ما بتوصل لمرحلة متقدمة جدا من الزهايمر، وبتبقى محتاجة رعاية جامدة جدا، وساعتها بتبدأ حياته تتدهور. وأثناء ما هو قاعد يبكي على اللي فات ويفتكر الذكريات، بتصحى شياو من النوم وبتقول له أنا تعبانة جدا ودماغي وجعاني، فبياخدها وبيجري بيها على المستشفى بسرعة، وبيبقى حاسس بنفس الشعور اللي عاشه لما أمه انتحرت، والدنيا بتفضل تلف بيه وهو مش مستوعب أي حاجة خالص. وبعد شوية الشرطة بتيجي تقبض عليه لأنه متهم بخطف الطفلة دي، وهو ما بيبقاش عايز يمشي قبل ما يطمن عليها، وبيفضل يقاومهم لحد ما بياخدوه بالعافية، وبيبات في القسم وهو خايف جدا على البنت، وبتبقى أسوأ ليلة في حياته. بس تاني يوم الصبح بيفرجوا عنه، والظابط بيقول له انت حظك حلو لان الطفله فاقت وحكت لنا كل حاجه، بس امها مش طايقاك ومش عايزه تشوف وشك تاني وبتقول لك سيبنا في حالنا بقى. فبيطلع ياخد عربيته وبيفضل ماشي في الشوارع بدون وجهه، وبيبقى عمال يفكر في اللي حصل اليومين اللي فاتوا، وبيبقى حاسس انه في حلم كبير، وبيفضل يفتكر ذكرياته مع شياو وقد ايه كانت عامله له حس وكانت ماليه عليه حياته الكام يوم اللي فاتوا دول. وقبل ما يستوعب اللي هو فيه بتجيله صدمه جديده، وبيعرف ان صديقه عمره مات من اسبوع وكمان كان مريض من 3 سنين، بس مرضيش يقول لحد فيهم عشان ما يشيلوش الهم. فبيقعد سونج يفتكر ايام المدرسه لما كان شاطر جدا ودايما بيطلع الاول، ومع ذلك لما بقى مدرس قرر انه يرجع قريته من تاني عشان يعلم ولاد بلده ويساعدهم في اختيار الطريق الصح بدل ما حياتهم تبقى مليانه صعاب زي حياته. وبيفضل سونج يعيط عليه لانه ما كانش بيرد على مكالماته بقاله كتير ومات من غير ما حتى يودعه. وبالليل بيروح لنفس المكان اللي كان موجود فيه قبل كده، وبيلاقي الكلب الغلبان اللي شافه اول مره لسه قاعد هناك ومخلف عيلين صغيرين بياخدوا يعرفوا عليهم، فبيروح يشتري لهم اكل وبيرجع على البيت ينظف فيه لحد الصبح، وبيجيب للمرحومه امه تفاح عشان بتحبه، وبيشتري كمان سمك وشكله كده بيكون ناوي يعيش. وبعد شويه بيلاقي رقم غريب بيرن عليه، والاول مره من سنين بيرد على التليفون اصلا، وبيلاقيها ام شياو واللي بتطلب منه يجي على المستشفى عشان البنت عايزه تشوفه قبل ما تعمل العمليه. فبيروح على هناك بسرعه وبيلاقي حالتها اتاخرت جدا وبقت تعبانه، ولما بيروح يقعد معاها بتديله دفتر الامنيات بتاعها وبتطلب منه يخليه معاه بحيث انها لو رجعت من العمليه هتسترده، ولو ما رجعتش بقى يبقى يخليه معاه ويحقق لها الامنيات اللي ماتت قبل ما تعملها. وبعد مده من الزمن بيستجمع سونج شجاعته وبيطلع في لايف على النت عشان يحكي حكايته وازاي بنت صغيره عمرها 9 سنين قدرت تغير حياته وخلته يعيش من تاني بعد ما كان ميت قلبا وقالبا. وفي خلال رحلته متعلم حاجات كتير جدا وشاف الناس بتعيش ازاي بالرغم من احزانهم المختلفه، والرحله اللي كان فاكر نفسه طلعها عشان ينقذ شياو طلعت لإنقاذه هو من نفسه. والبنت الصغيرة دي علمته معنى الإصرار على الحياة. وقبل ما شياو تعمل العملية بياخدها سونج ويطلع على السطح وبيبقى مجهز لها هدية كبيرة جدا، وبيكون جايب لها المغنية المفضلة عندها عشان تغني لها أغنيتها المفضلة، أو في الحقيقة يعني هي اللي شافت اللايف بتاعه واتأثرت بيه جدا، وده سبب وجودها الأساسي النهاردة. والمهم إن شياو بتكون مبسوطة وخلاص ومش مهم جت إزاي، وبتفضل شياو تتخيل إنهم راكبين العربية وطايرين بيها فوق السحاب عشان يجيبوا أمها وأبوها وكل الناس اللي بيحبوهم ويروحوا مع بعض لآخر العالم. وتاني يوم بيتم تجهيزها للعملية وبتدخل من الباب وهي خايفة جدا، وسونج واقف مع أمها بره وهما الاتنين مرعوبين أكتر منها بمراحل. وبعد مرور 2 سنين بنشوف سونج وهو راجع من شغله وبنعرف إنه أخد الكلب يربيه عنده في البيت، وبيقول لنا كمان إنه كان بياخد علاجه بانتظام طول السنتين اللي فاتوا، وبيقدر كمان يغير حياته بشكل ممتاز وبيفتح مطعمه من تاني وبيبقى عنده حياة مسؤولة. وفي مرة كان طالع بالعربية زي كل يوم وبيعدي على طوبة فبيسمع صوت حاجة وقعت من الكرسي اللي ورا، ولما بينزل يشوفها بيلاقيها علبة الدواء اللي المفروض إنه انتحر بيها في اليوم اللي كان قاعد فيه على سطح المستشفى. ولما بيقعد يفتكر بيلاقي نفسه قال لشياو ليلتها إنه هيبلع علبة الدواء دي كلها ويموت، فبتبدلها بعلبة أقراص فيتامين سي من غير ما ياخد باله وبتسيبه وتنزل على تحت بالعلبة الأصلية. وبعد شوية بتطلع تاخده بالترولي لما بينام وبينزلوا تحطه في أوضته، وإنها اخترعت حوار البحث عن أبوها ده من الأول خالص عشان يلاقي حاجة يشغل نفسه فيها عشان ينسى موضوع الانتحار ده، إنما هي عارفة أصلا من الأول إن أبوها متوفي من زمان. فبيروح سونج يجيب بوكيه ورد عشان يروح يزورها وبيحط لها دفتر الأمنيات بتاعها هناك عشان تعرف إنه حققه كله. وبيخلص فيلمنا على كده، ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.